كتسمع الناس كيقولوا لينكس، ولكن واش فعلا هو نظام تشغيل ولا غير حاجة صغيرة منه؟ شوف معايا الحقيقة في هذا الفيديو. السلام عليكم، معكم محمد، واليوم غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كيتخلط بزاف على الناس: شنو هو لينكس بصح؟ وشنو الفرق بين النواة والتوزيعة؟ وغادي نختموها بتجربة عملية في برنامج محاكاة. أنا هنا غنستعمل ليبفيرت ماناجر، نتوما أحرار استعملوا اللي بغيتو لأنهم كيتشابهوا. لينكس ماشي نظام تشغيل، راه غير النواة اللي كيتكلف بالتواصل بين النظام والمكونات ديال الحاسوب. المشروع GNU هو اللي زاد عليه الأدوات والبرامج، وهكا تولد النظام اللي كيتسمى فعلا GNU لينكس، غير الناس ولفوه ليه لينكس اختصارا. منين كنجمعوا النواة، الأدوات، الواجهة، التطبيقات، كنحصلوا على حاجة كنسميوها توزيعة. إلا كنتي جديد في العالم ديال لينكس، هادو أفضل توزيعات تبدأ بهم: زورين تجربة سلسة، لينكس مينت واجهة سهلة، أندوينوس واجهة قريبة لويندوز 11 ومبني على أوبونتو، في الأخير لينكس لايت اللي سهلة وخفيفة للأجهزة الضعيفة نسبيا وهي كذلك مبنية على أوبونتو. دابا غادي ندخلوا لتجربة تثبيت لينكس بلا ما نحيدو ويندوز. أول خطوة إنشاء آلة افتراضية داخل ليبفيرت، لكن من بعد ما نجيبوا ملف توزيعة من الموقع الرسمي اللي تيكون على امتداد إيزو. دابا حنا في موقع زورين أو إس، نتيليشارجيو من كور، هاديك الأخرى بالفلوس، المزيد من الدعم وزايدين فيها شي لعيبات أخرى على هادي، لكن ماشي حاجة كبيرة على ما أظن. نضيف ملف توزيعة إيزو باش نقدر نثبتو داخل الآلة الافتراضية. طبعا مبني على أوبونتو، نختارو أوبونتو 25.04. هنا نحددو الموارد رام و سي بي، نخليوها على 25 جيجا ديال التخزين، بإمكانك تزيد. نكتبو سمية مناسبة للنظام الوهمي ونحددو على هذا الاختيار قبل ما ندخلو على الجهاز ديالنا لتثبيت زورين أوس. ندخلو على إعدادات، نتحققو من النتورك ديالنا. دابا صفحة الإعدادات بانت نبدلو غير شي لعيبات، من بينهم 3D Acceleration و موديل و Display Splice، المهم داكشي اللي متعلق بالشاشة. دابا نبداو التثبيت، Let's go. نختارو الأولى بلا فلسفة. بعد ما نختاروا اللغة اللي بغينا للنظام، نكليكيو على التثبيت. نختاروا لغة المفاتيح، نخليوهم كما هما. حتى هادو نخليهم كما هما، لكن في التثبيت على الجهاز الحقيقي لازم تعدل إلى عندك تقسيمات على الهارد درايف. نأكدوا على أننا ما غلطناش على الإعدادات ديالنا، نقدو نرجعوا أو نبدلوا ما حد مازال ما بدينا التثبيت. نختاروا البلد، هادشي إلى النظام ما تعرفش عليه أو بغينا بلاد آخر. اسمك واسم الحاسوب واسم الحساب وكلمة السر وإمكانية الدخول بالباسورد أو لا، هادشي كيطلبوه لينا أي نظام.
بدات عملية التثبيت. نقطعوا بينما نساليو التثبيت ونرجعوا دغيا. خاصنا نريستارتيو الجهاز الافتراضي. نحيدوا النظام من CD على النظام الوهمي ثم نتابعوا بانتر. ندخلوا باسم الحساب وكلمة السر اللي دخلنا في التثبيت. ها هو النظام، يا سلام. نافذة ترحيب منزورين. نشوفوا واش غيدلونا على الحوايج اللي نديرو بعد التثبيت. بغاونا نطلعوا على المنيو باش نشوفوا التطبيقات المسطبة على النظام. زورين ابيرنس اللي فيه تصميمات مختلفة، تيمات، تأثيرات، خطوط، نوافذ، كل شي ما له علاقة بتخصيص النظام، وبالطبع اللي مستعملين توزيع برو عندهم كتار من هادشي اللي كاين هنا. انا ما مهتمش بالحسابات ديال السوشيال ميديا على الجهاز ديالي مباشرة ولا ربط الجهاز بسمارت فون. نسينا اننا على الجهاز الوهمي. كي شاب مغربي نبغي اللغة ديال وقت البلاد تكون هي اللغة ديال الحاسوب ماشي لغة البلاد باش نكون هناك توافق. انجليزية يعني انجليزية لكل شيء. دابا نبدلو في مقاس الشاشة المناسب. الحاجة المهمة بزاف هي تحديث النظام.
مبروك، وها حنا تبتنا لينكس بلا ما نحيدو ويندوز بطريقة آمنة وسهلة. ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتخلي رأيك في التعليقات، وكتب لي شنو التوزيعة اللي بغيتي نجربها المرة الجاية. نشوفكم في الفيديو الجاي.